السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد مع الشيخ عبد الله نهاري. عبد الله نهاري في هذا الفيديو غادي تكلمنا على ديك الروينه اللي ناضت في ديك البلاصه، ديك المنطقه ديال شيشاوه، اللي كانوا دوك الاخوات كانوا كيحفظوا القران، ولكن جا داك المقدم وقلب عليهم الطبله وقال لهم خرجوا عليا من هنا، وعاملهم بواحد الطريقه اللي هي ماشي انسانيه. وهادشي كامل غادي نسمعوا من عند الشيخ عبد الله نهاري. والله ما صدقت أبدا أحد الفيديوهات التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي، ولقد وصلتني أياما وترددت الكثير حتى أعلق عليه، رغم أن الكثير طالبني منذ البداية أن أعلق عليه، لكن تريثت حتى أتبين ما إذا كان صحيحا أم لا. وتبين بعد هذه الأيام وقد انتشر بشكل كبير ووصل الأمر إلى القضاء، تبين أن الأمر فعلا أمر حقيقي يندى له الجبين. ولقد قيل منذ القديم إذا كنت في المغرب فلا تستغرب. نعم، إذا كنت في المغرب فلا تستغرب. واحد الفيديو اللي هو صراحة منشور دابا ديال روينة. اشنو هو المحتوى ديال الفيديو؟ اشنو كانوا كيديروا دوك البنات كانوا عاطينهم داك الزلزال دوك البيوتا وواحد المجموعة ديال الاخوات تاخذوا واحد البيت كيراجعوا فيه القرآن وكيحفظوا فيه القرآن وكيديروا فيه حصص قرآنية، ولكن جا داك عاون السلطة وقال لهم خصكمش تكونوا نتوما هنا، خصكم تحيدوا من هنا، وجرى عليهم داك البيت وخو لهم البيت وقلب الطبلة ديال المصاحف. علاش ومناش وكيفاش واحتياج؟ اشنو هو السبب؟ الله اعلم. السياق لماذا يا اخي؟ هذا الفيديو هو لعون سلطة يدخل على ما يشبه الخيمة اتخذتها نساء تلك القرية هنالك في الجبل في إقليم شيشاوة المضروب بالزلزال. نعم. أصلا في شهر رمضان المعظم، شهر القرآن الكريم، دخل إلى تلك نعم. الخيمة ورأينا مصاحف على مائدة ونساء رضوان الله عليهن يقرأن القرآن ويحفظن كتاب الله، وهو ما يميز هذا البلد. حتى قال أحدهم وقد سمعت له في المشرق: أيها المشارقة، لئن غاب القرآن في المشرق فلا خوف على القرآن، فإن المغاربة هم أوعية كتاب الله. وقد قال بعضهم: إذا كان القرآن قد نزل في مكة فقد جود في مصر وحفظ في المغرب. صحيح، صراحة المغاربة ما شاء الله فين ما مشاو لأي مسابقة في التجويد ديال القرآن وفي الترتيل كيجيو الحمد لله هما الأولين. وتقريبا المغرب يعني نقدر نقول هي الدولة الوحيدة فاش كتقرا القرآن تسمعون عن تسونامي المغرب بدون منازع. تسونامي المغرب في المهرجانات التي يتبارى فيها الناس حول حفظ القرآن، حمل هذه الأمانة العظيمة في صدور أهل المغرب، أهل كتاب الله تعالى. وليس سرا أن المغرب محفوظا بكلام الله تعالى الذي هو المادة الدسمة في كل مناسباتهم، في المساجد التي يقرأ مرتين في اليوم، حتى يتم المغاربة في المغرب كله، شرقه وغربه شماله وجانبه، قراءة الحزب والمصحف بأكمله في الشهر. فالمغرب هو بامتياز بلد القرآن. ولذلك يستغرب الإنسان هذه الصورة لهذا العون، عون السلطة، يدخل إلى تلك الخيمة ثم يجبر نساء تلك القرية أو يجبر أولئك النسوة والفتيات على ضرورة ترك مجالس القرآن. الله. أو المشكل اللي فاش دخل عليهم ماشي دخل عليهم بواحد الطريقه اللي هي لينه ولا الطريقه اللي هي لبقه، ولا تعامل معهم بواحد الطريقه ديال ان الانسان يعامل النساء يعني باللين وبالرحمه. لا، دخل عليهم بالغلظه وجرى عليهم داك البيت وقلب عليهم الطبله ديال المصاحف. كانت ديك الطبله عامره كامله مصاحف. اول حاجه هو ما رعاش لدوك المصاحف، ما رعاش لكلام الله اللي كان فوق ديك الطبله، قلبها على الارض وهاني عنده وخرجهم لبرا ورمى لهم الاشياء ديالهم لبرا. قال لهم اخر مره نشوفكم هنا. علاش؟ واش كانوا البنات كيشطحوا، كانوا كيرقصوا، كانوا دايرين الهيلاله، كانوا دايرين الروينه، كانوا تلقي الموسيقى؟ لا،
دوك البنات كانوا كيراجعوا كتاب الله، كانوا كيقراو القرآن وكيحفظوه ويتدارسونه فيما بينهم. ولكن شكون خلاهم وشكون شجعهم وشكون ياخذ بيديهم باش انهم يزيدوا لقدام ويزيدوا يتشجعوا ويحفظوا ويزيدوا يكونوا واحد المجموعه كبيره ديال حافظات كتاب الله؟ ما كاينش اللي خلاهم. داك عون السلطه ما خلاهمش. الا كانوا غير بحال داك النوع هكاك راه صراحه هادشي بزاف. مثل هذه الغيره على الدين لتغيير المنكر لكي يذهب أمثال هؤلاء إلى الأوكار التي يلعب فيها القمار، إلى الأماكن التي يباع فيها عياذا بالله ما يهدد الأمن الصحي والأمن الروحي للمسلمين، بيع المخدرات وكذا وكذا. كما قال دابا الشيخ عبد الله ناري، واش يقدر داك المقدم مثلا يمشي لدوك البيران ويمشي لشي مجموعه ديال الناس كتضرب الكاس وكتشرب ويقلب عليهم الطبله؟ هذه تكون في الخيال، لان ما يقدرش يديرها. ولكن دوك النسوة اللي كانوا كيحفظوا القران وكانت الطبله عامره بالمصاحف سهل عليه وجاه الامر هين ولين انه يقلب ديك الطبله. علاش؟ اول حاجه لان كانوا دوك النساء غير نساء كانوا كيقراو القران، ما غاديش يقدروا انهم يعني يتعداو ولا يديروا شي ردة فعل ولا شي حاجه. صافي مساك النساء راكم عارفين، صافي هي كتحشم، ما عندها ما دير صافي. ولكن باش يمشي ديك الطبله ديال دوك السكيريه ويقلبها غادي يجني على راسو، ما يقدرش. وكاين هذوك المجموعات ديال حقوق المرأة في تيك توك، في الانستغرام، في يوتيوب، في الفيران وفي المواقع ديال الرقص ومواقع ديال الاماكن ديال الفتن. هنا كتكون حقوق المرأة. تقدر المرأة يعني تجي ديك الجمعيات وداكشي يعني ياخذوا لها الحق ديالها، ولكن حقوق المرأة في مثل هاد الامور ديال الدين، ديك المجموعه اللي جات تعنفات من قبل هذاك، يعني دوك الجمعيات ما يقدروش ينوضوا. علاش؟ غير القران هذاك. هل انتهينا من كل هذه الأوكار التي يقوم أهلها بمحادة الله ورسوله والإساءة إلى المسلمين؟ انتهينا منها حتى نذهب لكي نقوم عياذا بالله بمسألة إخراج فتيات. اجتمعنا في شهر رمضان ضحايا الزلزال في منطقة الشيشاوة، وهم يحيون مجالس كتاب الله، المجالس التي يذكرها الله في الملأ الأعلى وتنزل السكينة فيها وتغشاهم الرحمة وتظلهم الملائكة بأجنحتها. قال يجبر النساء والفتيات على ترك مجالس القرآن في قرية قرب شيشاوة وهم من ضحايا الزلزال، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يتعامل مع نساء منطقة شيشاوة التي عرفت زلزالا نتج عنه الضحايا الكثير، حيث دخل عليهن وقد ظهر في الصورة ومنعهن بالعنف يعنفهن. تعنيف المرأة. أينكم يا جمعية حقوق النساء؟ أينكم يا جمعية حقوق النساء؟ ودوك العيالات اللي تعنفوا وهما كانوا هيك يقراوا القرآن ويلا خرجوا من ديك الأزمة، أو مازال ما خرجوش من ديك الأزمة ديال الزلزال ودوك الضحايا. كاين اللي مشى لأخوها والديها ماباها عائلتها كاملة وجات كتقرا القرآن باش أنها يعني بحال قلتي تحيد داك الحزن وتحيد داك سميتو يعني بكلام الله. ولكن مع ذلك ما خلاهمش مع العلم انهم عاملهم بواحد الطريقه اللي هي خايبه بزاف. غير كون كان عاملهم ديك الطريقه اللي زوينه، يقول لهم مثلا ابناتي كذا ما بقاش كذا، ولا تشوفوا شي وقيته ولا كذا يبلين انت درتيها غير ديرها باللينه بعدا غير بشي طريقه باش ما. ولكن ديك الطريقه باش انك تقلب الطبله وتجري لهم من برا وتليح لهم الوسيد ديالهم والاغراض ديالهم من برا بديك الطريقه، صراحه انا الطريقه هذه راه ما لقد ماشي ديال المسلم. وسككتم آذاننا بالحديث عن حقوق المرأة. هذه ليست مرأة مصابة بالزلزال. هذه مرأة
ليس من حقها أن تقرأ القرآن. هذه امرأة في بلد مسلم دستوره الإسلام. يعني الغريب، من هو الآن الغريب في هذا الأمر؟ الغريب في الأمر لأن هذوك العيالات ودوك النساء ودوك البنات كانوا كيقراو القرآن، كانوا في التيك توك وكانوا كيشطحوا وكانوا كيردحوا وكانوا كيبينوا المفاتن ديالهم وكانوا كيديروهم 16. دوك الجمعيات ديال حقوق المرأة حقوق المرأة غادي يتحركوا علاش على المرأة، ولكن ديك المرأة مسكينة كتقرا قرآن وكذا ودخلت سوق راسها وبغات، لا ما عندهاش حق، مسكينة. اللهم عافينا ولا تبتلينا. اش غادي نقولوا صراحة، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا وطوبى للغرباء. المهم انا غادي نحبسوا في هذا الفيديو، نشوفكم ان شاء الله فيديو اخر جديد، والسلام عليكم.